اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا صباح الفل ويا مساء العسل عليكم حسب ما بتشوفوني. يا رب تكونوا بألف خير وكل عام وانتم طيبين ورمضان كريم. النهاردة بقى الفيديو بتاعنا كده دخلنا على طول على الحلة والبصل وحتة الدهنة اللي انتوا خدتوا بالكم منها الأولانية دي. عندي كده حتة دهنة بتاعت فراخ بلدي، سيحتها وبعد ما سيحتها شلت القشيم بتاعها عشان احنا ما بنحبوش، وحطيت البصلة بتاعتي متقطعة وحطيت عليها شوية ملح وشوية فلفل أسمر. النهاردة بقى هنعمل طبخة كده حلوة جدا زي العسل، لكن بطريقة وخطوات جديدة. اعمليها بطريقتي دي هتطلع معاكي زي العسل. في ناس بيعملوها طبعا كده، وفي ناس بيعملوا بالطريقة القديمة المعتادة بتاعتنا بتاعت أي نوع خضار. لكن لما تعملي الخضار بالطريقة دي هيطلع معاكي زي العسل، وريحته دي يا نهار أبيض على الريحة، تبقى مالية الشارع كله. ومعانا بقى زي ما انتوا شايفين بسم الله ما شاء الله فراخ بلدي متنضفة زي الفل ومتقطعة، وحطيتها كده تتشوح، المية بتاعتها تنشف. وبعد ما ميتها نشفت نزلت عليها بالملح، بهارات فلفل اسمر وكمون وكزبرة، وكمان لو عندك ورقة لورا، لو عندك حبهان او كبابة صيني. انا ما بحطش كتير، حبيتين وحبيتين، لاني بحب الحاجة تبقى بطبيعتها. لكن في البهارات والاعشاب ما عنديش مانع، لكن ما بحبش المكعبات خالص. احب الحاجة كده بنفسي والطبيعة بتاعتها بتبقى احلى بكتير على فكرة. بعد كده كنت مسخنة مية، زودتها مية سخنة، يبقى انا ما سلقتش الفراخ البلدي، انا شوحتها، وبعد ما شوحتها رحت نازلة عليها بالمية السخنة. ادي الفاصوليا الخضراء بتاعتنا، فصصناها وقطعناها وغسلناها وسبناها تتصفى، وبعد كده نزلت بيها على البصلة بتاعتي اللي انا حطيتها قدامكم. ما بتحمريش البصل، ما بحبش تحمير البصل، كده اكلك يبقى خفيف وخفيف على المعدة وما يتعبش خالص. تحطي بقى الفاصوليا بتاعتك وتسيبيها برضو تتشوح، وادي اللون بتاعها اتغير، مفيش فيها مية خالص، نشفت. ابتدي بقى انزل بالطماطم. انا كان عندي كده شوية طماطم صلصة متشالين، حطيتهم وعصرت عليهم زي 4 حبايات كمان طماطم واحطهم عليهم. هتاكلي احلى فاصوليا كلتيها في حياتك خضرا. اعملي بطريقتي دي مش هتندمي. قرن شطة بقى كده لزوم الريحة والطعم. ولو حابة لو هو حراق ممكن تشقيه بالسكينة، هينزل طبعا الحرقان بتاعه. انما لو حابة الريحة بس بتاعته يبقى ما تشقهوش. الفراخ بتاعتنا بسم الله ما شاء الله بتغلي اهيت. نيجي بقى نعمل ايه؟ شوية رز كده، حباية وحباية. دي بقى فكرة من افكار رمضان، غدا فطار من فطار رمضان. يعني ايه الكلام ده؟ يعني حضرتك تقدري كل يوم تنوع، رز بشعرية مرة، رز أبيض مرة، رز حباية وحباية، الولاد بيعشقوه وريحته بتبقى مميزة، وكمان طعمه بيبقى مميز جدا. غسلت طبعا الرز وخدت نصه كده بالظبط، حطيته على شوية زيت ومعلقة سمنة، وحطيت عليه شوية ملح. طب بتحطي ملح ليه؟ لأنه الرز لما بيبقى مغسول بيلزق. الملح أولا بيمنع لزقان الرز، ثانيا بيديكي لون موحد. بعد ما اللون بقى الذهبي الجميل بتاعي ده، هنزل عليه ببقية الرز. أنا برضو مش مكترة رز علشان خاطر يخلص في ساعتها وكمان ما يباتش. وكمان عندي ملوخية خضرة وعندي فاصوليا خضرة، في ناس عندي بتاكلها طبعا بالعيش. نحاول اللي احنا ما نكترش، يعني نعمل على قد القد. الاكل في رمضان لما بيبقى صابح بيبقى ليه لذة وطعم وناب كبير، غير لما يبقى بايت. عملت ايه بقى دلوقتي؟ نزلت بشوية شوربة. بعد ما قلبت الرز بتاعي نشف بالمية اللي فيه وظبطت الحدق بتاعه، نزلت بشوية شوربة وشوية مية سخنين. الشوربة اللي عندي بتاعت الفراخ البلدي اللهم صل على النبي ما تتسبش. وادي الملوخية جات لكم كده في مقطع وانا بخرطها، بعشق الملوخية بالمخرط. عندي الكبة الحمد لله وعندي كل حاجة، لكن بعشق المخرط، بيبقى ليها طعم وريحة وتستي تاني خالص. قلبت الملوخية كده في 5
او 6 كبشات شوربة، ما تكتريش الشوربة، لان ملوخية الشتاء يا حبيبتي بتبقى خفيفة، ما بترميش معاكي اولا، وبتبقى الورقة خفيفة مش زي ما تكون في اوانها في الصيف. فما تكتريش شوربتك عشان تقدري تتحكمي وما تطلعش منك خفيفة، تطلع معاكي مظبوطة. التومة بتاعتي دقتها، حطيت معلقة سمنة او نص معلقة صغيرة سمنة. وحطيت بعد ما قلبت التوم كده شوية، رحت منزلة بالكزبرة بتاعتي ناشفة، وبحمر الفراخ. اي حاجة بلدي عشان تبقي عارفة بتحب التحمير في السمنة والزيت، ليه؟ بيديها طعم وشكل وتست، بالذات الحاجة البلدي تحمريها احسن ما تحطيها في الفرن تنشف منك، لكن التحمير على الطاسة من فوق بيديها كده شكل وطعم جميل جدا. والف هنا وشفا لينا. ويلا شوفي النهاردة غداك هيبقى ايه، ودي فكرة من فطار رمضان. كل سنة وانتم طيبين، وهنسمي بالله ونطش الملوخية بتاعتنا بالتومة. اللهم صل على النبي، خضرها عامل ازاي. يا رب تكونوا استفدتوا بالفيديو، وما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد، وكومنت حلو منك تشجعيني، ولايك جميل للفيديو علشان ان شاء الله استمر معاكم في تنزيل الفيديوهات كل يوم. واقول لكم بقى السلام عليكم، وانتظروني ان شاء الله في فيديو جديد وفي وصفة جديدة، ومع السلامة.